عمرك سألت نفسك ليه معظم مسلسلات نتفليكس بقت مليانة موت، دم، لعب شيطاني ورموز غريبة؟ ليه دايماً في شخص مجهول بيتحكم وناس بتتقتل علشان فلوس؟ ده مش صدفة، ده شغل ماسونية متغلف بإنتاج سينمائي جامد، بس هدفه أخطر بكتير. نتفليكس دلوقتي مش مجرد منصة بتتفرج فيها على فيلم وتتسلى، دي بقت سلاح ماسوني ناعم بيحط لك السم في العسل. بيديك مسلسل جامد، قصة تشدك، بس يزرع جواك أفكار إن مفيش عدل، إن الإنسان ملوش قيمة، إن اللي يحكم هو الأقوى، والدم بقى شيء عادي. خد عندك لعبة الحبار، الموسم الثالث والأخير راجع، وجي هون راجع معاه، بس المرة دي مش راجع يلعب، ده راجع يهدم اللعبة كلها. الراجل الغامض، القائد اللي كان بيتحكم في اللعب من فوق، اتضح انه مش بس لاعب قديم، ده ماسوني بيلعب على مستوى تاني، بيدمر النفس قبل الجسد. كل تفصيلة في المسلسل ليها معنى. الماسك بتاعهم رمز للسيطرة، الدائرة، المثلث والمربع رموز ماسونية قديمة مسروقة من الحضارة المصرية القديمة. الأطفال بيلعبوا لعب طفولي، بس النتيجة قتل وسفك دم. وده مش أول مسلسل كده. لوسيفر الشيطان بقى بطل محبوب، دارك المستقبل متحكم فيك ومفيش إرادة حرة، أليس إن بوردرلاند نسخة يابانية من لعبة الحبار، كلها موت ولعب عبثي. دي مش مصادفة يا نجم، دي خطة وراها عقول ماسونية بتتحكم في اللي بيتعرض علينا. وعلشان كده لازم تبقى عارف، 27 يونيو 2025 لعبة الحبار الموسم الثالث والأخير هينزل على نتفليكس، وكل العالم هيقعد يتفرج، يتشد ويتبلع جوه القصة. بس انت لازم تكون مختلف، افهم الرسالة ورا الدراما، اسأل نفسك ليه دايما القتل هو الحل؟ ليه لازم الناس تتعذب علشان حد يتفرج؟ وليه اللعبة دايما في ايد ناس محدش يعرفهم؟ لو وصلت لآخر الفيديو انت واحد بدأ يفهم. اعمل لايك، شير، واكتب رأيك في الكومنتات. هل فعلا نتفليكس بتقود حرب فكرية، ولا دي كلها صدفة فنية؟ ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل، وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.